ويصور. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والشكر أولا ودائما وآخرا لله رب العالمين. أحمد الله وأصلي وأسلم على فخر الكائنات وصفوة الإنسانية محمدا ابن عبد الله، ذلك المعلم الذي علم البشرية ولم يكن له معلما سوى خالقه، فعلمه وأدبه وأحسن خلقه وجعل خلقه القرآن الكريم. بشكر الدعوة الكريمة من الأستاذة حنان شمس مديرة الخط العربي العزيزة إن أنا أحضر النهاردة حفل تكريم الأستاذ أحمد حامد، أحد قامات التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية ومدير التعليم الابتدائي ومديرية التربية والتعليم. طبعا أنا أعرف الأستاذ أحمد حامد جيدا، بالأمانة راجل نظيف صاحب أيدي بيضاء، مشهود له في تاريخ التربية والتعليم بالنزاهة والأمانة وحب العمل والضمير اليقظ. النهارده معانا طبعا الأستاذ مدير التعليم الابتدائي الحالي، خير خلف لخير سلف إن شاء الله، ونتوسم فيه الخير للسمعة الطيبة اللي سمعناها عنه. طبعا معانا برضه أحد قامات التعليم بمركز وبلدية المنزلة الأستاذ عبد الحكيم الباز مدير التعليم الابتدائي. معانا الأستاذ الشاعر والأديب المثقف الواعي أستاذنا وموجهنا موجه دراسات الاجتماع الأستاذ فريد حال. معانا الأخ والصديق المحترم جدا الأستاذ مسعد حجاج وكيل المدرسة، ومعانا الأستاذ سمير. معانا قناة. بصراحة أنا في قمة السعادة وقمة يعني الفرحة إن أنا أحضر لقاء يعني مشرف، وده ناتج عن حب لهذا الرجل بالفعل من كل قامات العزيزة وإدارة المنزلة التعليمية. النهارده هسمعكم حاجة هي قد تكون ملهاش علاقة بالمناسبة، لكن حبيت أسمعها لكم حبا في بلدي وأهل بلدي من ديواني ناس وناس. طبعا أنا الحمد لله رب العالمين ربنا وفقني وليا 5 كتب موجودة في دار الكتب المصرية. أولها كتاب تاريخي بعنوان البصرات الحضارة والتاريخ، ليا زمن الطيبين، ليا حبيبتي ندى، وآخر كتاباتي بعنوان حكايات ستي. كان أول عنوان ليا ناس وناس. هقول لكم قصيدة بعنوان أهل بلدي. أهل بلدي، أهل بلدي في الشدة رجالة، في المحنة رجالة، نعيش الحالة بالحالة ما ننطق كلمة بطالة، ولقمتنا نغمسها بعرق وكفاح، لا بتعنجل ولا اتعجرف وبتشرف واقول فلاح. انا فلاح، انا فلاح، ومن طيني بجيب خيري واجيب قوتي وقوت غيري، ولو روحي في مناخيري ما بتبرجل وبسترجل مع كبيري. لا انا في الفكر متزمت ولا مجمد ولا ميري، انا اللي بعيش على الضحكه على النكته مع صميده ودرديري. انا اللي كلمه الحق تطلع تشق جبالي، تخرس لسان المرائي والراشي والمحتال، واللي يزوق كلامه ويفنن الموال تطلع كحد السيف ما تعض قلب ضعيف. للحق راح انحني واحيي كل شريف، واللي يعلي في بلدنا، واللي يعلي في بلدنا. احنا ولاد الريف بنناصر المظلوم وبنكره السذيف، وكلمة الحق بقولها توصل لكل الناس. احنا ولاد البلد مبدأنا هو اساس، واللي يقول الحق بنشيله فوق عالراس، ولا عمر راح ننكسر او حتى راح ننداس، واللي بيعمل خير بعمل له خدي مداس. ومدمنا الحامي لصونك، وبدمنا الحامي لصونك، وناخد لنا من لونك، ومهما غبنا تتعبنا تغور الغربة من دونك، ونحميكي ونعطيكي قصايد حب نبطرها، وكلمة حب هنقولها، مبادئ مش هغيرها. أنا ريفي، أنا فلاح، أنا العامل، أنا البنا، أنا الملاح، أنا اللي باكلها بالدقة وأعيش مبسوط.
ومهما الدنيا عكستني بحبك موت. أنا اللي بقولها كل أذان، لا أنا ريس ولا باشا ولا واحد من الأعيان، أنا إنسان، أنا إنسان على قدي. بتبقى الدمعة على خدي وداريها، ورغم المر والعلقم في عز المحنة أحميها. مالية حبيبة غير بلدي، وبعشق طينها وترابها، وكل منايا أسعدها. بعيش بقليل وأنا راضي، ومهما الجيب يكون فاضي ما يوم مليت ولا عنك في يوم خليت. مدام في الأصل رجالة نعيش وياك على الحالة، ونرضى معاك بالمقسوم، ولا نرمي عليك اللوم ولا نرمي عليك اللوم. شكرا جزيلا. الله على جمال الكلمات والمشاعر والأحاسيس. إياكم تسألوني في الحب عن سبب، إياكم تسألوني في الحب عن سبب. ده كفاية يا مصر أنتِ، وكفاية